وتنعاد عليكم الايام بالخير يا رب. زي ما قلت لكم قبل كده ان انا السنه دي قررت اعمل ديكور رمضان كله في البيت، وبدات باستبحاء الترند الجديده بتاعه شي ان. نزلت جبت خرز واستخدمت خيط دباره واستخدمت خيط مكرميه. انا هنا هعمل نوعين من السبحه، واحده مقفوله وواحده مفتوحه. فاول حاجه قصيت خيط الدباره دبل، وابتديت ان انا عملت له من الاول كده سكotش بالسلوتيب، حطيت لفيت عليه سلوتيب كده وابتديت احط الخرز. يعني هنا حتى الغلطات اللي انا وقعت فيها انا هوريها لكم. انا هنا الخرز اكبر، الفتحه بتاعته اكبر من خيط الدباره، فبالتالي كنت كل ما اركبه كان بيقع منه. فجبت حته من خيط المكرميه اللي هعمل بيها الشراشيب في الاخر، وربطته في اخر الخيط بحيث ان هو يبقى عامل حاجز مع الخرز ما يقعش منه. وتاكدت ان خيط الدباره وخيط المكرميه مربوطين كويس قوي، وابتديت ان انا اتاكد من الربطات عشان مش بعد ما اخلص شغل خالص ترجع تتفك تاني. وابتديت احط الخرز كده. طبعا الخرز انتوا بتختاروا اللون والحجم والشكل اللي انتوا عاوزينه والطول السبحه اللي انتوا عاوزينها، وبتبتدوا تشتغلوا فيها. الموضوع سهل جدا وما بياخدش وقت. وصلت لحد اخر خرزه كده، شلت حته السلوتيب ورحت جايبه خيط المكرميه زي ما انتم شايفين كده وربطته، ودي كان عندي شكل السبحه ايه المقفوله. بعد كده جبت خيط المكرميه ولفيته على ايدي عشان اعمل الفناكيش اللي بتبقى في الاخر دي، معرفش اسمها ايه. لفيته كده ودخلته ضمن الخيط اللي انا كنت ربطاه في الاول في خيط المكرميه، اللي كنت ربطاه في الاول في خيط الخيش او خيط الدباره، وقصيته. وهبتدي افك الخيط ده. نوع الخيط المكرميه ده اسمه خيط مجدول، في منه نوع تاني بيبقى سايب، ده بيدي نفشه اكتر وبيدي شكل ناعم اكتر، بيبقى قطن وبيبقى مفكوك، بيبقى سهل برضو في الشغل معاه. انتوا هاتوا النوع المتوفر عندكم واللي يريحكم. ابتديت افكه بالطريقه دي علشان هسرحه بعد كده زي ما هتشوفوا، وابتدي ان انا اديله نفشه. سرحته بفرشه عاديه، اهم حاجه الفرشه تكون سنونها ضيقه. وسويت الاطراف، هجيب مقص دلوقتي وهساوي الاطراف علشان تدي الشكل حلو ومنتظم ونضيف كده، متبقاش في اجزاء طويله واجزاء قصيره. ودي كان شكل السبحه في الاخر بعد ما ظبطتها خالص. طبعا انتوا زي ما قلت لكم ممكن تختاروا اي شكل. الدلاديل اللي في الاخر دي او الفيونكه اللي في الاخر دي انتوا ممكن تختاروا منها اي شكل. طيب انا هنا بقى ابتديت هعمل واحده تانية اطول شويه، ودي هتبقى السبحه المفتوحه اللي بيبقى في اخرها من ناحيتين شراشيب. عملت نفس الحركه ان انا جبت حته خيط مكرميه وربطتها علشان تبقى النهايه بتاعه السبحه. وحطيت برضو سولوتيب علشان يسهل لي ان انا ادخل الخرز. دخلت الخرز زي ما انتوا شايفين كده. برضو تعملوها الطول اللي انتوا عاوزينه، عاوزينها قصيره عاوزينها طويله، تتلف مره مرتين براحتكم. انا الحقيقه ما شفتش ما قستش الحجم، انا قصيته زي ما الخيط طلع معايا عملته. الموضوع سهل جدا ومش مكلف. ناس كتير ممكن تاخدها ان هي تبقى بيزنس زي ما هو نازل دلوقتي ترند جدا تعملوها، وهي مش مقتصرة بس على رمضان، لا هي ممكن تتعمل في رمضان وغير رمضان. الموضوع سهل جدا وهتلاقوه حلو. انا هنا برضو جيت اعمل انا هوريكم برضو حتى الغلطات اللي انا جيت اعملها. ان انا جيت اعمل الشراشيب اللي في الاخر لفيت الخيط غلط ورجعت تاني فكيته. طبعا في توتوريالز كتيرة على اليوتيوب من ناس بروفيشنال في شغل المكرمية، ممكن يوروكوا ده بتتعمل ازاي. برضو زي ما عملت المرة اللي فاتت فكيت اللفة دي وسويت الاطراف، وبقى كده عندي الشكلين، شكل المكرمية المفتوحة اللي هي السبحة المقفولة، والمكرمية شكل السبحة المفتوحة والمقفولة. بقى عندي شكلين. ممكن انتوا بقى تعملوها في من الخرز ده الوان، ممكن تعملوها حاجة كالرفول لبعد رمضان، ممكن تعملوها اللون الغامق، اللون الفاتح، زي ما انتوا حابين. اعملوها سهلة جدا وهتغير فعلا جدا في شكل الديكور وهتعجبكم جدا. الحاجة اللي انتوا عاملينها بتبقى احسن كتير وبيبقى ليها طابع ورونق خاص غير الحاجة اللي انتوا بتبقوا مشترينها. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وينعاد عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات.
واتمنى تكون شكل السبحه عجبكم والفيديو عجبكم، ولو عجبكم استني فيديوهات تانية كتير هاند كرافت وحاجات كتير جدا هتعجبكم. باي.